فهمك يا مولاي. عمري ما اختلطت بيه، اختلط بيه اكتر واسمع كويس. كان في قديم الزمان امير من الامراء، دانت له البلاد وخضعت له الجيوش، وكان عنده المال والسلاح. كان يتمتع بالنعيم وشعبه المسكين يعيش في الجحيم. كان ظالم جبار عنيد لا يرعى حظه. قصده مين؟ ها؟ معرفش. قصده اسكت وما تلتش. الحيطان هنا لها ودان. اصل انا مش من هنا، وانا مش فاهم ابدا الراجل ده بيقول ايه. هو كلام فاضي. بيقول فكرة منقذ. ما يصدقهاش غير المغفلين. صحيح عاوزين منقذ، لكن مش في عهد احمد ابدا. كل شيء ممكن ما دام الله في عون العبد، وما دام العبد في عون اخيه. كان جميعا قالت ان الغني لازم يحسن على الفقير، وان السليم لازم يداوي المريض، وان العالم لازم ينير سبيل الجاهل. وبالرغم من ده كله لقينا الاوضاع مقلوبة، انعدمت من قلوب الناس كل عواطف الانسانية والاخاء، وانتشرت في دنيانا عوامل الهدم والخراب، الخيانة في كل مكان والإساءة في كل بيت. فاتقوا الله واذكروا قول القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله ولي الصابرين. اسمه ايه الظالم؟ احمد. يا ريت النهارده تقع المعجزه، يا ريته يموت النهارده. في السجن ارموه، لو قال انه الامير قولوا ده من المجانين. كل انصاره وكل اتباعه اقبضوا عليهم. نصب لي الفخ ورماني ولا حنان. رحت السجن، وفي السجن بدأت حياتي من جديد. هناك قابلت عبده لص بغداد الصغير، وياما في السجن من مظاليم. لا 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 لا، عمل معروف يا عم، وحياتك بلاش السجن. عارف عقابك ايه؟ حط ايدك اليمين الشمال، من رجلك اليمين الشمال، وما طير رقبك. لا لا لا، في عرضك انا ابوس ايدك، ابوس رجلك، وعياد ولادك ده من النبتي. عمري ما اترك بعد كده ابدا. بكره الصبح تموت مع المجنون اللي فاهم انه الامير جعفر بيموت بكره بالفجر. سلام عليكم يا ناس، والله ده حرام. دول جننوك يا غلبان. مين مجنون؟ ده انت اللي مجنون. مجنون صحيح؟ صحيح مجنون. انا مجنون تمام. وايه يعني؟ الصبح بدري هنموت احنا الاتنين، انا وانت، الحرامي والمجنون. لكن ده ظلم. ربك كريم، بكره الصبح من عاد يمكن نبقى احرار. ما سمعتش السجان؟ بكره الصبح هناخد فلوكه ونروح البحر. انا عمري ما ركبت مركب، لكن سمعت البحارين على الشط بيقولوا ان البحر فيه سمك كبير قوي قوي، وسمك صغير زي عقلة الصباع، وفي مراكب ضخمة قوي كبيرة قد بغداد وأكبر، ولها قلوع عالية زي السحاب. لما يقوم الريح تطير في الهواء وتشيلك لحد ما توديك بلاد الهند وبلاد الصين. هند ايه وصين ايه؟ ده احنا محبوسين، وبكره الصبح رايحين نموت. بعد كده يبقى في امل. بص، ايه ده؟ مفاتيح السجن انا سرقتهم. مفاتيح؟ استنى، مالك كده مسروع عليه؟ حلمك بالله. ليه لا؟ حلمك بالله. فالحرس دلوقتي هياكل، وبعد الاكل هيناموا، وبعدين نهرب.
اديني الحبل ده بسرعه، لازم نمشي ولا عاوزهم يمسكونا؟ انت فاهم انه في حد هيرحمنا؟ تفتكر يا امير لو عرف يمكن يرحمنا؟ الامير كان مكروه، يا ريت يحس بالعذاب والالم اللي احنا فيه. بتكرهه للدرجه دي؟ كل واحد يكرهه. لو وقع مره واحده تحت ايديا، مره واحده، كنت اقول له قد ايه هو بطال. قول لي دلوقتي، انا احمد الامير، انت اتكلم. الامير احمد مات امبارح، ودلوقتي في الامير جعفر. عفوك يا مولاي، وحياتك اللي لي دراع واحد اسرع بيه، وانا والله ادفع لك رايب مرتين. اسمك ايه؟ انا عبد الحرامي، ابن عبد الحرامي، ابن عبد الحرامي. انا واخواتي حراميه لان الجوع بيموتنا بالنهار والليل. قوم يا صاحبي، احسن نستنى في بغداد. انت بتخرب تقول ايه؟ اصل يا صاحب السموم احنا اموات، امير ميت وحرامي ميت، يعملوا ايه؟ لو ان خفت صابعك زي سرعه تفكيرك كنت بقيت امير الحراميه. يلا خلينا نتمتع بهوى الفجر والحريه. انت تعرف قيمه الحريه؟ وانا عندي غيرها اعرف قيمته. طيب ودلوقتي هنعمل ايه؟ اللي احنا عاوزين في 3 ايام نكون في البصره. خد المودف ده، زق. الدنيا يا ما شفنا فيها ناس كتير، الدنيا يا ما شفنا فيها ناس كتير، مش سلطان للأمير فيها الغني والفقير، وانا اللي عايش فيها وحيد من غير احباب، وبقيت مستني يوم نريحنا وتهنينا. عبده البصره. البصره. يا سلام عليك، يا سلام على ريحه الاكل. اديني واحده. اسمح لي، انت متساهل، ازاي ناكل الفطير من غير عسل؟ ومنين هنجيب عسل؟ اللي بعت لنا الفطير يبعت لنا العسل. العسل النحل الشهد العسل، العسل النحل العسل. عاوزين؟ ايوه احنا عاوزين نشتري زرعه واتنين. طلعت. لو كان كويس ده ما في زيه في البصر. ده كويس، لكن احنا لازم ندوق. ندوقتي احسن ولا ايه رايك؟ فعلا مش ولا بد. فعلا النحل بتاعك دمه تقيل، يبقى ربيه في العز. تدري يا تاني مرة انا حواليك بعربية. من فضلك يا عم، قصر مين ده؟ ده قصر السلطان. ازاي ما تعرفش القصر اللي فيه 1000 لعبة؟ لعبة؟ تباين عليكم مش من البلد دي، مش عارفين ان السلطان عنده اكبر مجموعة من اللعب؟ وليه اللعب؟ السلطان راجل عجوز والعجايز زي العيال، ده بيهتم باللعب بتاعته اكتر من اهتمامه ببنته. لكن انتم مالكم يا اونطجية انت وهو، بتلتوا وتعجنوا كده ليه؟
يلا من قدامي نجرب. موكب الأميرة. وليه كل الناس بتجري؟ المعجزات اللي يشوفها. الموت؟ ابوها ما يعلن جوازها. وحشة الدرجة دي؟ جميلة قوي زي القمر. اوعى خلينا نستخبى. يلا بينا. فين؟ هناك. كفايه اكل، انت هتودينا في داهيه. لولا الاكل موت. عرض الموكب. النبات البحري رضا محلين على المركب. دي فرصة كبيرة عشان المركب هتمشي النهاردة في المساء. لازم اشوفها تاني. لكن يا أحمد حياتنا كلها في خطر، وأنا حلمت أحلام مش كويسة كتير. ما اقدرش ابدا، لازم اشوفها تاني. فإذا خلتك يا عم تشوفها تيجي معايا؟ قوي.